انا بقول لك 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل، منهم امام عادل وهو في نظر انا عبد الفتاح السيسي. انت شايفه جائر وانا شايفه عادل. خلينا نتفق ان احنا ممكن نختلف. خلينا نتفق ان احنا ممكن نختلف. لا في امور قطعيه ما فيهاش خلاف بالنسبه لك يا بيه ورب الكعبه انا شايفه امام عادل. يا بيه ورب الكعبه انا شايفه هبه الله. يا بيه ورب الكعبه انا شايفه انقذ مصر من الهلاك. يا بيه ورب الكعبه لو عندي شك 1 في المليون الراجل ده ظالم ما اقف معاه. ولا انا قاعد في انجلترا. يا بيه انا قاعد في انجلترا خلاص لا خايف منه ولا عايز منه حاجه، ورحت مصر ما عرفتش يعني مشيت بسرعه عشان ما يقولوش. حتى انا احترم نفسي ما اقولش ان انا قاعد عشان اخد حق التطبيل بتاعي. لا انا بطبله لانه يستحق ان اطبله. انا واقف مع جيش مصر ان جيش مصر يستحق ان اقف معاه. انا شايف ان الحق كلمه الله في مصر هي الجيش. عشرت كلمه جيش مصر ليه؟ انا شايف ان جيش مصر هو اراده ربنا في مصر. اللي هيقف مع جيش مصر هيحكم، اللي مش هيقف مع جيش مصر مش هيحكم. جيش مصر كان ضد مرسي فمرسي راح المعتقل ومات في السجن. جيش مصر مع السيسي فالسيسي بيحكم، لان جيش مصر هو اراده الله. انت ليه عايزني اشوف زي ما انتم شايفين؟ ليه يا جماعه؟ يا جماعه الشعب المصري شايف ان الراجل ده انقذهم مش اهلكهم. انت قلت ان انا مش عارف عاملين خطه ومن هنا ومش عارف كمين، وبالعكس كل حاجه كانت قدرا قدامك والراجل سبق. ويعني انا ما اعتقدش اني كنت قليل الادب معاه، بس من فضلك ما تحجرش عليا. من فضلك ما تخلينيش اشوف بعينيك. الاحتلال الفرنسي يا بيه انا مش ماليش دعوه باحتلال فرنسا. انا مع راجل انقذ مصر. يا بيه انا كنت شايف 120 مليون واحد رايحين يناموا في الخيام على حدود البلاد الاوروبيه والعربيه. شايف ان عبد الفتاح السيسي وهو قائد جيش مصر انقذ البلد دي. انت شايف انه خد منكم الحكم من حقك لانه ضيع عليكم فرصه ولا كانت تخطر على بالها. مش انت يا بيه، مش انت اللي كانوا في الحكم يا بيه. انت اصلا يا بيه انت ولا هو. المشكله انك فاهم ان كلامك بيخوفك يا بيه. ده انا بقول لك الصوبه اتحرق، الصوبه فنكوش. لا كلامك بيخوفك، ومع ذلك مفيش حاجه هتحصل، محدش يقدر يحاسبه يا بيه. مفيش قوه على ارض مصر تقدر تحاسبه. الشعب الوحيد اللي يقدر، الكتله الحرجه تقدر تغيره في ثانيه معاه. انت مش شايف كده؟ انت حر مصمم ان هو قلت ظالم وعادي من حقك شويه، بس مصمم تخليه يتوب الى الله. انت على مشارف ال70 يا عم. انا خلاص انا بتمنى اسال الله عز وجل انه يمتني على حب الجيش وحب عبد الفتاح السيسي. اللهم احشرني مع عبد الفتاح السيسي من غير ما اقول شيء. يا رب احشرني في المكان اللي هتحشر فيه عبد الفتاح السيسي. عايز ايه اكتر من كده؟ يا بيه انا مش شايف اللي انت شايفه يا بيه. 100 مليون مش شايفين اللي انتوا شايفينه. الناس لما خرجت في 25 يناير قلت عليهم ابطال واعظم شعب، وهم دول بالظبط زي ما القران وصفكم. يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. هم دول انتوا يا بيه. ما كانش يقولون انتصابهم حسنه وانتصابهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وانتصابهم سيئه يقولوا هذه من عند الله. قل كل من عند الله. يا بيه انتوا ربنا بينتقم منكم بسبب ذنوبكم وبسبب اللي انتوا عملتوه في الشعب المصري يا بيه. عبد الفتاح السيسي جه انقذ الشعب المصري منكم. مش امام جائر ولا ظالم. اللهم ان كان عبد الفتاح السيسي ظالم يا رب ما تنيمه في الحكم النهارده. اللهم ان كان ادعي معايا فقل تعالوا ندعو ابنائنا وابنائكم ونساء. تعالى انا وانت دلوقتي. اللهم ان كان عبد الفتاح السيسي ظالم يا رب ما ينام في الاتحاديه، وان كان عادل يا رب فانصره وارفع رايته واهزم كل خصومه واعدائه. قول امين. قول امين. مش هقول امين على ايه؟ خايف رب. والله العظيم الحاد في صفات الله. والله العظيم ربنا قال للنبي، قال له فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. والله العظيم انت خايف ان ربنا
ربنا يطلقها. بقول لك قول اللهم ان كان عبد الفتاح السيسي ظالم يا رب خده النهارده، وان كان عادل انصره. خايف تقول امين لحسن ربنا يطلقها، بس هتقول له لا يا رب خلي بالك، خلي بالك عبد الفتاح السيسي ظالم. خايف تقول امين يا راجل يا حاج علي، يا راجل اتقي الله. لا تعبت ممتاز. عارف الشباب بعتوا لي قالوا لي ايه؟